السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين من داخل مصر وخارجها؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. صلى على النبي حبايبي. بالله عليكم اما تسمعوا صلى على النبي تقولوا في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. لان كنت سامعة دلوقتي منشور قريته دلوقتي على الفيس، بيقول لك ايه؟ لو حد ساعات من المنشور بيكون عليه صلوا على النبي، احنا بنقول في سرنا. لا، بيقول لك يوم القيامة بتشهد علينا ألسنتهم وأيديهم. يعني لازم بالايد كده هتشهد علينا ونبنى اكبر ثواب اما نكتب بايدينا عليه افضل الصلاة والسلام. بالله عليكم اكتبوا في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش بقى اللايك او الديسلايك براحتكم. النهارده هتكلم وهفجر بقى كل اللي عايزه اقوله بصراحه. اما يكون في حاجه بتستفز الواحد، انتوا عارفين اللي انا بطلع واقول. انا ساكته بقالي سنه، بس اما بلاقي حاجه مضطره اللي هي تستفزني لازم اطلع واقول. النهارده بين ابو زياد وحوارات، انا بصراحه اقول لكم انا ولا مع حوارات ولا مع ابو زياد ولا مع الحاج جابر ولا مع حمد وفاء ولا مع ابو زياد. انا اقول لكم ده غلطان في ايه وده غلطان في ايه وحصل له ايه، هقول لكم كل حاجه. دلوقتي طلع ابو زياد دلوقتي قاعد يعني منفعل جدا، وقاعد يقول اللي هم استغلوا ابن زياد حوارات خالتهم خاله حسن، اللي هو يعمل ايه اعلان ده يا جماعة. بيقول لك الاعلان ده غلط عليه، ممكن ايه يحبسه، يحبس زياد. او هو حتى لو مش مضر ويحبس زياد، ممكن بيقول لك اللي هو حرام، هو اعلان بيقول لك مراهنات. مهرجانات يعني هم اللي فاهمين بقى في الاعلانات اللي هم ايه بيقولوها للناس، اللي هم بيدعموا او بيقولوا على حاجات يعني زي القمار كده. القمار كده بيعملوه. حتى انا دخلت على البتاع ده، انا مش فاهمه حاجه بصراحه على على الفيديو ده بتاع حسن حوارات وعلى قناه ام زياد، ما فهمتش حاجه. بس هم عارفين اللي الاعلانات دي بتاع مراهنات بتاع قمار والكلام ده. حتى لو بيقول لك لو هو مش هيسجنوا ابني ولا حاجه دي حرام، وفعلا بنقول في الموضوع ده، بنقول برضك غلط لو هو صحيح مش هيسجنوا ولا الكلام ده. غلط اللي يعملوا حاجه اللي هي ايه حرام او برضك ضد الشرع وضد الدين. هما مش ناقصين فلوس، ما شاء الله يعني المشاهدات بتجيلهم يجي بالألف، يعني مليون مشاهدة. يعني مش ناقصين، مش زينا مثلا ألف ولا حاجة ما بتجيلناش حاجة منها ولا أي حاجة. لا، دي بتجيلنا مليون. يعني ما شاء الله أرباحهم دي تيجي يا جماعة 200 ألف في الشهر وزيادة كمان على كده. مش محتاج بقى اللي انت تعمل إعلان يضر بالناس أو إعلان تاخد على سيئات ليه كده. وقال لك هو ما بيقولهوش ليه، حسن ما قالوش ببقه ليه، يضطر العيل الصغير فعلا هو اللي يقوله ليه؟ ما كان خاله فعلا اللي كان يقوله. هو خايف على نفسه ومش خايف على الطفل ابن اخته. ما فعلا حاجة تستفز الواحد في كده. وانا معاه في ابو زياد في الموضوع ده بصراحة، اللي هو كان هو بقى اللي يقوله، او يخلي ابوه اللي يقوله ولا اخوه التاني اللي يقوله. مش هو بقى اللي هو يخلي الطفل اللي هو زياد هو اللي يقوله. ليه؟ صحيح ما هو له حق اللي هو يزعل على ابنه، اللي هو يضر ابنه. وليه؟ انا معاه في الموضوع ده يا جماعة. بس انا مرة في موضوع ابو زياد بقى ما بيتكلم تاخد حقك بأدب يا ابو زياد. برضك ابو زياد هو قال الموضوع ده بس بيقعد يشتم برضك، وانا قبل كده برضك بصراحة مسكته في فيديوهات كتير اللي هو بقى يشتم حمد ووفاء، وبقى يسب وفاء ويقول عليها كلام وحش. هو من تحريض منين بقى يا جماعة؟ انتوا عارفين طبعا من تحريض كركر. كركر. وكركر عمل ايه فيا ما اتكلمت التاني 3 انذارات كانت القناة تتقفل. ورحت كلمت ابنه على كده، راح ابنه قال لي اعتذر الكركر وتأسفي له، وقال اقعد اعتذر لكركر عشان يلغي لي ايه الانذارات دي والقناة ترجع. لكن بعون الله ربنا رزقني والله بواحد شاب الله يديله الصحة يا رب، بدون مقابل بدون اي حاجة. خلاص قناة كان خلاص كلها اسبوع وتتقفل خالص، وكنت زعلانة جدا جدا. مش على اساس اللي هي مش على القناة ما بيطلعش منها حاجة ولا اي حاجة، هو بتطلع اللي انا عاملة فيديوهات كتير عليها. خشوا على الاكل كان جميلة جدا وكوميديا وجميلة، دي ذكرى ليا وكده. دي اللي زعلنا عليه.
لكن الحمد لله بعون الله عشان قلت كلمة الحق، والله القناة رجعت بقت واحدة بتاع قنوات مش مصدقة ازاي القناة ترجع وخلاص. يعني عشان ربنا بيحبني وبقول كلمة الحق، وقلت له يا ابو زياد اياميها انت ماشي تبع كركر، ما تشتمش كركر، كله بيقول لك كل ما تمشي تشتم كتير يجي لك مشاهدات كتير. هو حتى ده في غلطان اللي هو يشتم برضك ويسب ويعمل، ده غلط. اللي انت تاخده حقك بأدب، بحقك الناس هتتعاطف معاك. لكن انت قلت ابن كذا، احنا بنقول مثلا ان هم غلطانين، لكن ما تقولش بقى تقعد تسب ده وتسب ده وتسب ده. لا فعلا ده اللي بيزعلني، وكان سبب برضك وفاء سب وحش جدا جدا وقال عليها كلام، ده اللي اتضايقت منه وقلت عليهم غلط. هما برضه غلطانين يا جماعة، برضه انا بصراحة بستنقضهم اللي هما يوم موت ام زياد يا ما قالوش اللي هي ماتت. ده اللي الواحد زعلان من عيلة الحاج جابر والجماعة دول، ما قالوش اللي بنتهم ماتت، شككونا اللي بنتهم ماتت. اللي ما عملوهاش جنازة وروها لنا، ما عملوش محزنة، ما قبلوش العزا. لقينا من بعد اسبوع ولا 4 ايام الست تضحك وتهزر ويعملوا كوميديا وتعمل كحك وبسكوت في العيد وولايم وعزايم واكل وده وده. يعني امها ما كانتش بصراحه زعلانه جدا ولا بينت لنا كده، ده الحاجه اللي تستفز الواحد. او كلنا ما بقناش يعني تقولوا لي انت طلعت في فيديوهات كتير يا ام رنا قلتي ما ماتتش ام زياد فعلا. مين اللي عملوه؟ ما شفناش منهم حاجه، ما قالوش الا بعد ما اتفضحوا وجد الفضايح، وهو الراجل فجر وقال الكلام ده، وقال ام زياد ماتت وما اعرفش اول اللي عملوه فيه. والتانيين يقول لك ده هو اللي موتها، هو اللي جاب لها موتها، وهم اللي مسكوا بعض وفضحوا بعض وطلعت فضايح. طب كانوا قال من الاول اللي هي ماتت وياخدوا عزاها، مش يشاركوا الراجل في فيديوهات بعد ما مراته ماتت ويقعدوا يعملوا الكلام ده. هم عايزين الناس تتكلم عشان ياخدوا بردك، هم ما يهمهمش الا الفلوس. بصراحة هم العيلة دي بصراحة ما تزعلوش مني، هم زي ما هم كده بتوع فلوس، اقول لكم مصروعين فلوس بصراحة، ما يهمهمش الا الفلوس. ما سألوش على بنتهم كان حقتهم. ده لو مؤاخذة الكلب، واحدة بتربي كلب ولا قطة بتزعل عليها كم شهر، ده من رابع يوم طلعوا فيديوهات وضحك، وده يعمل فيديوهات وضحك وكحك وبسكوت. يعني يا جماعة لازم نتكلم ولازم نتكلم ويخلونا اللي احنا نتكلم. عشان كده دي اللي الواحد بيزعل من حوارات، ما انا مش ناسيه الموضوع ده ابدا يا جماعه، والله مش ناسيه يا حبايبي اللي حصل لام زياد وعدم زعلهم. حتى لو هو ابو زياد كان السبب في موتها، كانوا هم زعلوا عليها برضه، كانوا زعلوا عليها. مش هم يعملوا كده، يعملوا كده وما يبينوا الناس، والناس قعدنا يجي سنة وزيادة نقول لا عايشة 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 منهم هم. دلوقتي ابو زياد بقى عايزين كل ما يعوزوا حد يعمل مشاهدات يا حبايبي يعملوا ايه؟ يقعدوا يشتموا ويسبوا كده، والقنوات كلها بقت قايمة على السب والقذف والكلام ده. زي مثلا مغتربة في فرنسا مثلا وجوزها دلوقتي طلقها رضا. دلوقتي عشان يعملوا مش لاقلين في اللي عارفين اللي الفضايح والشتيمة، وده هي اللي بتعمل مشاهدات. فين الإيمان بقى؟ فين الإيمان؟ فين اللي احنا قدوة اللي هم المتابعين بتاعهم خارج مصر؟ فين تطلعوا فضايحكم كده على الملأ؟ ليه؟ اللي بيزعل الواحد اللي هم فضايحهم على الملأ. زي الصدفة برضه، صدفة واختها واخواتها والكلام ده. انا حسيت بصراحة كان احساس اللي هي برضك من حكاية ياسمين وصدفة، اللي صدفة يعني برضك اللي اخوات فيهم، مش عايزة اقول اللي هي ياسمين بدأت مشاهداتها تعلى كده وساعة صوتها عن صدفة. صدفة زي ما اكون برضه غيرت من ياسمين والكلام ده، بدأت بقى حقد الاخوات والغل والكلام ده يظهر. طب ليه؟ دي كل واحد ربنا كاتب له رزق، ودي رزقها خلاص وربنا يوسع عليها ياسمين وبقت مشاهداتها عالية والكلام ده. تيجي بقى قنوات النقد تقول لك ايه؟ طب دي ما راحوش واخواتها ما راحوش ليه يوم الولادة؟ طب ما اعرفش ايه غير سعاد؟ طب فين باقي الاخوات الكلام ده؟
يعني معرفش. هما وده يتكلم وما هتتكلم بينه وبينكم برضه في الكلام. هما عايزين يخترعوا كل واحد موضوع عشان يتكلم فيه، زي ما اكون انا حاسه ان هما اتفاق بينهم. يمكن. انا مش مصدقه برضك اللي صدفه يحصل منها كده، يعني صدفه بيني وبينك. وبرضك ساعات يقول لك كانت تملي الناس يقول لها انت بتحب اخواتك، قلبك على قلب اخواتك، انت حنينه، انت ممكن انا بقول كده، يعني الله اعلم. من اليوتيوب جاي على اساس ده عايزين ده يتكلم وده يتكلم وده يقول قصه وما تقول قصه وما تخترع قصه وما تقول وسعاد تقول وده يقول واخوها يقول. كل الكلام بيجي على اساس المشاهدات، ومش همهم الفضايح ولا اي حاجه ولا الناس تجيب في سيرتهم. اهم حاجه اللي هم يجيبوا في فلوس ودولارات يا حبايبي. وده اللي عايزه اقوله. وما تنسوش بقى اللايك، ومش هطول عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.